زي ما احنا عارفين ان الجملة الفعلية اما بتتكون من فعل وفاعل، واما بتتكون من فعل وفاعل ومفعول. اما بتتكون من فعل وفاعل، واما بتتكون من فعل وفاعل ومفعول. يعني الجملة الفعلية اما فيها مفعول واما ما فيهاش مفعول. طيب ايه اللي بيسبب وجود او عدم وجود المفعول؟ اللي بيسبب ده هو نوع الفعل. نوع الفعل اذا كان فعل لازم ولا اذا كان فعل متعدي. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس ده إن شاء الله هنتكلم عن الفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. أولا الفعل اللازم. الفعل اللازم هو الذي يكتفي برفع فاعله ولا يحتاج إلى مفعول به. هو من اسمه فعل لازم، يعني بيلزم فاعله ما بيتعداش إلى مفعول. الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي برفع فاعله أو هو الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به. طيب تعال نشوف مثال علشان نوضح التعريف. يعني مثلا لو قلنا زال الخوف من قلوبنا. زال الخوف من قلوبنا. زال ده فعل ماضي مبني على الفتح. الخوف ده فعل مرفوع بالضمة من حرف جر، وقلوب اسم مجرور، والضمير نا مضاف إليه. تاني، زال فعل ماضي مبني على الفتح. الخوف فاعل مرفوع بالضمة من حرف جر، وقلوب اسم مجرور، والضمير مضاف إليه. لو لاحظت احنا ما قلناش في الجملة مفعول به خالص، الجملة ما فيهاش اي مفعول به، يبقى الفعل ده لازم اكتفى بفاعله فقط. زال فعل ماضي والخوف فاعل، يبقى فعل وفاعل مفيش مفعول به، يبقى هنا الفعل زال فعل لازم. يبقى الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج الى مفعول به. ثانيا الفعل المتعدي. الفعل المتعدي العكس تماما. احنا قلنا الفعل اللازم يكتفي بفاعله، الفعل المتعدي بقى لا يكتفي بفاعله. الفعل اللازم لا يحتاج إلى مفعول به، الفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول به أو أكتر، واحد أو أكتر. يبقى الفعل اللازم لا يحتاج إلى مفعول به، الفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول به أو أكتر. يبقى الفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله ويحتاج إلى مفعول به أو أكتر. هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله ويحتاج إلى مفعول به أو أكتر. طيب تعال ناخد شوية أمثلة كده علشان نوضح الفعل المتعدي. أول مثال معانا بيقول كرم المعلم المتفوقين. كرم المعلم المتفوقين. كرم ده فعل ماضي مبني على الفتح، المعلم ده فاعل مرفوع بالضمة، المتفوقين ده مفعول به منصوب بالياء. كرم فعل ماضي مبني على الفتح، المعلم فاعل، المتفوقين مفعول به منصوب بالياء. الجملة فيها فعل وفاعل ومفعول، فعل وفاعل ومفعول، يبقى الفعل تعدى المفعول، يبقى الفعل ده متعدي. ليه متعدي؟ لأنه تعدى إلى مفعول، أو إن الجملة فيها مفعول. كرم فعل، المعلم فاعل، المتفوقين مفعول به، يبقى ده فعل متعدي. هو الفعل الذي لا يكتفي بفعله ويحتاج إلى مفعول به أو أكتر. الفعل ده احتاج إلى مفعول به اللي هو كلمة المتفوقين. المثال الثاني معانا بيقول أعطى المصريون العالم درسا في المطالبة بالحرية. أنا أفورت صح؟ ما علينا. أعطى المصريون العالم درسا في المطالبة بالحرية. أعطى ده فعل ماضي مبني على الفتح، المصريون فاعل مرفوع بالواو، العالم مفعول به أول منصوب بالفتحة، درسا مفعول به ثاني منصوب بالفتحة، في المطالبة جر ومجرور، بالحرية برضو جر ومجرور. اللي يهمني من الجملة كلها العالم درسا، العالم مفعول به أول ودرسا مفعول به ثاني، يبقى الفعل هنا تعدى إلى مفعولين. أعطى ده فعل ماضي، المصريون فاعل، العالم مفعول به أول ودرسا مفعول به ثاني، يبقى الفعل هنا تعدى إلى مفعولين، يبقى ده فعل متعدي. يبقى بنعرف الفعل المتعدي تاني هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله ويحتاج إلى مفعول به أو أكتر. خدنا مثال على مفعول به، وهنا الجملة فيها مفعولين، ده مثال على أكتر. طيب تالت مثال معانا، لو إحنا في الربيع والجو جميل والزهور ريحتها حلوة كده بنقول كسى الربيع الوجود جمالا. كسى الربيع الوجود جمالا. كسى ده فعل ماضي مبني على الفتح، الربيع فاعل مرفوع بالضمة، الوجود مفعول به أول منصوب بالفتحة، جمالا مفعول به ثاني منصوب بالفتحة. يبقى هنا الفعل برضو تعدى إلى مفعولين أو نصب مفعولين، يبقى ده فعل متعدي. يبقى الفعل المتعدي لا يكتفي بفاعله ويحتاج إلى مفعول به أو أكتر. يبقى الفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي، الفعل اللازم يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به، الفعل المتعدي لا يكتفي بفاعله ويحتاج إلى مفعول به أو أكتر. وده كان درس النهارده، كلمتين بسيط كده عن الفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. لو عجبك الدرس ما تنساش تحط لايك، بشحت حنا اللايك دي كتير علينا. لو عجبك الدرس ما تنساش تحط لايك وسبسكرايب طبعا وشير، يبقى كرم قوي. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.